يا أهلا وسهلا بمحبي المعرفة، طلابنا طلاب منصة دليل التعليمية لشرح المنهاج السوري. رجعنا لكم اليوم بدرسنا الثاني من الوحدة الأولى لمنهاج الصف التاسع بعنوان سوريا أهمية الموقع وعبقرية الإنسان. وخلينا هلأ مع بعض ننتقل برحلة عبر البحار والمحيطات. طيب، على شو بدنا نتعرف بدرسنا لليوم؟ أولاً، الموقع الفلكي لسوريا. أما الهدف الثاني فهو الموقع الجغرافي لسوريا. ثالثاً، والهدف الثالث، أثر سوريا في الحضارة الإنسانية. أما هدفنا الرابع فهو جولان السوري المحتل. دليل التعليم أقرب، النجاح أقرب. قبل ما نبدأ درسنا حابب أذكركم إذا حابين تنضموا لنا من خلال تطبيق الزوم بالدورات التفاعلية أو لتوصلكم كل الأسئلة المتعلقة بمادة الجغرافيا أو بدرسنا لليوم، لا تنسوا تتواصلوا معنا عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة. عبيقول لي الموقع الجغرافي لسوريا عطاه أهمية حيوية منذ قديم الزمن. تمثلت هي الأهمية بحضارات القديمة والأنشطة البشرية للشعوب التي سكنتها قديما، وهذا الشيء حتى وقتنا الحاضر. وقد أسهمت هذه الأهمية في جعلها مطمعا للغزاة والاستعمار. وهلأ مع بعض خلينا ننتقل لنعرف الموقع الفلكي والجغرافي للجمهورية العربية السورية. خلينا نشوف هذا الشكل يلي ظاهر قدامنا للخريطة، ونشوف إنه سوريا بحدها من فوق تركيا، أما من الشرق والغرب العراق ولبنان، أما من الجنوب فيحدها الأردن، وهي هي الحدود الطبيعية لسوريا. عبيقول لي تشغل سوريا الجزء الشمالي من بلاد الشام. تمتد سوريا بين درجتي عرض 32.13 درجة جنوب جبل العرب و37.30 درجة في عين ديوار شمال خط الاستواء، وبين خطي الطول 35.37 درجة و42.23 درجة شرق غرينتش. من عيد، تمتد سوريا بين درجتي عرض 32.19 درجة جنوب جبل العرب و37.30 درجة في عين ديوار شمال خط الاستواء، وبين خطي الطول 35.37 درجة و42.23 درجة شرق غرينتش. معناها منقول السؤال: ما هو امتداد سوريا على درجتي العرض وخطوط الطول؟ منقول تمتد سوريا بين درجتي عرض 32.19 درجة جنوب جبل العرب و37.30 درجة في عين ديوار شمال خط الاستواء، وبين خطي الطول 35.37 درجة و42.23 درجة شرق غرينتش. أما هلأ خلينا نشوف الحدود لسوريا. من الشمال يحد سوريا تركيا، ومن الجنوب يحدها الأردن. أما من جهة الغرب لبنان والبحر المتوسط، وتندمج شرقا في بادية الشام في العراق، وتبلغ المساحة الكلية لسوريا 185,182 كيلومتر مربع. من عيد، شمال سوريا تركيا، أما من الجنوب الأردن. من جهة الغرب لبنان والبحر المتوسط، وتندمج شرقا في بادية الشام في العراق. ما هي حدود سوريا؟ ما هي الحدود السورية أو ما هي حدود سوريا وكم تبلغ مساحتها؟ من عيد، من الشمال تركيا، ومن الجنوب الأردن. من جهة الغرب لبنان والبحر المتوسط، وتندمج شرقا في بادية الشام والعراق، وتبلغ المساحة الكلية لسوريا 185,182 كيلومتر مربع. الموقع الجغرافي لسوريا جعلها منفذا لدول غرب آسيا على البحر المتوسط. تعد سوريا طريقا بريا يصل شبه الجزيرة العربية بأوروبا. يعني موقع سوريا هو طريقة ربط بين شبه الجزيرة العربية بيربطها بأوروبا، وتتبع مرور خط التابلاين النفط. يعني بمر من سوريا خط النفط التابلاين، إذ أصبحت سوريا ممرا لنقله عبر أراضيها وموائنها إلى أوروبا. يعني وقت اللي أوروبا بدها تنقل موانئ أو النفط، فحصرا رح يمر عبر هذا الخط
يلي موجود بسوريا. وتتبع مرور خط التابلاين النفطي من الصورة، أو تتبع خط التابلاين النفطي من الصورة رقم 6، ونتيجة لأهمية موقع سوريا فقد أضحت هدفا للأطماع الاستعمارية منذ القديم وحتى يومنا هذا. وهلأ رح يطلع عنا صورة لخط التابلاين يلي بمر من سوريا. نرجع منعيد، سوريا كانت تصل وما زالت تصل طريقا بريا يصل شبه الجزيرة العربية بأوروبا، هذا الشيء عن طريق خط التابلاين الموجود في سوريا اللي بمر من سوريا. وأيضا هذا الخط عطاها أهمية كثير مهمة لموقع سوريا، وأضحت هدفا للأطماع الاستعمارية منذ القديم حتى يومنا هذا. الموقع الجغرافي لسوريا مثل ما قلنا جعلها منفذا لدول غرب آسيا على البحر المتوسط. وهاي الصورة يلي ظاهرة قدامنا عم بتفرجيني خط التابلاين النفطي يلي مارر من سوريا، هذا بشكل أوضح. خلينا مع بعض ننتقل للفقرة الثانية يلي هي أثر سوريا في الحضارة الإنسانية. الآثار الممتدة على كل بقعة من تراب سوريا بتدل على أهميتها الحضارية، منها وأهمها أوغاريت التي قدمت أول أبجدية في العالم، مرورا بآثار تدمر وحلب ودمشق وأدلب. وشهدت معظم هذه المناطق نشاط تجاري كبير سببه موقع سوريا بين الشرق والغرب، واعتماد معظم طرق القوافل التجارية على واحات سوريا ومحيطاتها كطريق الحرير. ولا يزال هذا الموقع حتى يومنا هذا يمنحها أهمية حضارية في العالم. وهذا الشيء إذا بدل على شيء فهو بدل على عظمة حضارة سوريا وجذورها الموغلة في القدم. ومثال على إسهامها في بناء الحضارة العربية الإسلامية هو المثال. خلينا نشوف السؤال يلي موجود عنا بهذا النص: ما أثر سوريا في الحضارة الإنسانية؟ أو علل أهمية سوريا الحضارية والتاريخية. منقول الآثار الممتدة على كل بقعة من تراب سوريا تدل على أهميتها الحضارية، منها أوغاريت التي قدمت أول أبجدية في العالم، مرورا بآثار تدمر وحلب ودمشق وأدلب التي شهدت معظمها نشاطا كبيرا تجاريا سببه موقع سوريا بين الشرق والغرب، واعتماد معظم القوافل التجارية على واحاتها ومحيطاتها كطريق الحرير. مدينة أوغاريت يلي ظاهرة قدامنا بالصورة عم بيقول لي هي مدينة عاصمة لمملكة سوريا القديمة، وهي المملكة كانت في الألف الثاني قبل الميلاد، وتقع على 13 كيلومتر مربع على 13 كيلومتر شمال اللاذقية. وقد اكتشفت هذه المدينة في عام 1928 مصادفة عندما اصطدمت سكة محراث فلاح من أهالي رأس شمرة بحجارة ضخمة تبين فيما بعد أنها سقف لمدفن أثري. بدأت بعدها أعمال التنقيب الأثرية في الموقع برئاسة عالم الآثار الفرنسي كلود شيفر. مدينة أوغاريت يلي بتدل على أهمية آثار سوريا وعلى أهميتها الحضارية تبعد 13 كيلومتر عن شمال اللاذقية. اكتشفت عام 1928 مصادفة، كان في فلاح عم يحرث أرضه واصطدمت سكة محراسه بحجرة ضخمة، اكتشف فيما بعد أنها سقف لمدفن أثري، لتبدأ بعدها أعمال التنقيب بهذا الموقع برئاسة العالم الفرنسي كلود شيفر. الصورة اللي ظاهرة قدامنا هي صورة لجبل موجود في سوريا. خلينا نركز شوي بهي الصورة ونقول: ما اسم الجبل الذي يظهر في الصورة؟ وأين يوجد هذا الجبل؟ من الذي قام باحتلال هذه المنطقة السورية؟ خلينا مع بعض نعرف هاي التفاصيل ونحللها. جولاننا الحبيب في قلب كل
سوري. العدو الصهيوني قام بحزيران عام 1967 باحتلال الجولان السوري، وشرد نحو 131 ألف نسمة من سكانه. وتشكل أراضي الجولان أقدام جبل الشيخ الشرقية، وهي من أغنى الأراضي السورية لوفرة مياهها، بحيرة طبرية ومسعدة وخصوبتها الزراعية. وعلى الرغم من ممارسات العدو الصهيوني في الجولان المحتل، إلا أن أهلنا لا يزالون يتمسكون بالهوية السورية، ولا نزال نتطلع إلى تحريره وإعادته إلى وطننا الحبيب. كم تبلغ مساحة الجولان السوري المحتل؟ عبيقول لي تبلغ مساحة الجولان السوري المحتل 1200 كيلو متر، ويتألف من عدة قرى، منها مجدل، شمس، مسعدة، بقعاثة، عين قنية، والغجر. متى قام العدو الصهيوني باحتلال الجولان؟ عام 1967 في حزيران، من عام 1967. أيضا علل الاحتلال الإسرائيلي للجولان، أو بين أهمية الجولان السوري بالنسبة لسوريا، لأن الجولان يشكل أطراف جبل الشيخ الشرقية، وهي من أغنى الأراضي السورية لوفرة مياهها وخصوبتها الزراعية. خلينا مع بعض ننتقل للأسئلة المتعلقة بدرسنا لليوم. أولاً، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. تمتد سوريا بين درجتي عرض 32.19 و37.30 درجة، ولا 32.40 و35.30 درجة، أو 35.19 و37.30 درجة، أم 35.30 و39.80 درجة؟ ثانياً، ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وصحح العبارة الغلط فيما يأتي. تشغل سوريا الجزء الشمالي من بلاد الشام. 2. كانت القوافل التجارية تمر بسوريا عبر طريق الحرير. ثالثاً، فسر كل مما يأتي. أهمية الموقع الجغرافي لسوريا، الاحتلال الإسرائيلي للجولان. ولهون بيكون انتهى درسنا الثاني من الوحدة الأولى لمنهاج الصف التاسع. بتمنى تكونوا استمتعتوا معي بهذا الدرس، ولا تنسوا تحلوا الأسئلة اللي ذكرناها من شوي، وترسلوا لنا الإجابات عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة.